السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم معنا خبر جديد، وخبرنا النهاردة عن ليبيا وفيضانات ليبيا هنتعرف عليها مع بعض. لكن قبل ما نبتدي خبرنا يا ريت نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونضغط لايك ونعمل اشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد. شاهد فيضانات ليبيا، لقي شخص واحد على الأقل مصرع فيضانات شديدة تشهدها المدن الليبية الأحد اليوم، مع وصول العاصفة دانيال إلى البلاد وسط حالة طوارئ وحظر تجول فرضتها السلطات منذ مساء أمس السبت. وقالت صحيفة المرصد الليبية أن مواطنا قتل بعد أن جرفت السيول سيارته من منطقة المرج إلى شرق البلاد، بينما تم إنقاذ شخص آخر كان برفقته. وذكرت بوابة الوسط الليبية أن حكومة عبد الحميد الدبيبة وجهت أجهزة الدولة للتعامل الفوري مع أزمة السيول في شرق ليبيا وحماية السكان وتخفيف أضرار العاصفة، وسط نداءات استغاثة من مواطنين حصرتهم المياه. واستجابت وزارة الداخلية من حكومة الدبيبة حسب صحيفة الساعة 24 باصطحاب الصهاريج والمضخات الخاصة لمساعدة فرق الإغاثة والإنقاذ الحكومية في شفط المياه التي أغلقت الشوارع الرئيسية. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي خسائر مادية فادحة خلفتها الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، خصوصا في بنغازي والمرج في شرق البلاد. كما غمرت مياه الأمطار أحياء عدة في العاصمة طرابلس. ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة لمداهمة مياه الأمطار لمستشفى حكومية وأخرى لعمليات إنقاذ مواطنين حصرتهم مياه السيول. وبكده انتهى خبرنا اليوم، ويا ريت نعمل لايك ونشترك في القناة ليصلكم منا كل جديد، ودعوة منكم لأهالينا في ليبيا لما جعلوا غيثا نافعا يا رب. والسلام عليكم.